أنا وأمي وخواتي رحنا للشاليه. دخلنا الشاليه إلا ونسمع أصوات في المجلس الذي بجانبنا، أصوات عالية، بنات وأطفال. أمي تقول يا ولدي يمكن شب النار عندهم أو حد من الأطفال غرق في المسبح. إلا وأنا قفزت. القصة بدأت شخص خرج مع خواته مع أمه لشاليه معين قريب من مدينتهم عشان يرفهون عن أنفسهم. والله يحركون السيارة يروحون. طبعا كان موعد أذان المغرب، خرج يصلي في المسجد القريب ورجع المجلس. كان طبعا في مجلس جنبهم بالشاليه أصوات بنات وأطفال ما حولهم رجال، فكانت أصواتهم عالية. قبل ما أروح وأذهب إلى المسجد رحت المسجد صليت، عاودت إلا وأسمع أصوات عالية وصراخ. كلمت أمي إيش في؟ أمي تكلمنا يمكن حد غرق من الأطفال في المسبح أو شب الحريق عندهم. فأنا حاولت إني أصوت لهم، أصيح يا فلانة يا فلان إيش في، وهم مرتبكين من الموقف اللي حصل لهم ما يسمعون. فقررت إني أقفز من السور وأدخل إلى المكان اللي مستأجرين فيه. والله طبعا قفزت عشان إني أفتح الباب، ما أحد حولي، البنات صارخين بس ما أحد يركز علي. وافتح الباب للوالدة، ندخل إيش في إيش الصراخ هذا، إيش اللي حصل؟ قالوا الولد غرق، طفل. إلا وأنا عارف التصميم نفس التصميم. أروح للمسبح عشان إني أشوف الطفل مو موجود. فالبنت تكلمنا لا في الخزان. أروح الخزان، فتحت الخزان صغيرة طبعا، إلا وأشوف منها الولد طافي على سطح الماء. طبعا هنا أنا ما فكرت في نفسي إلا وانزل وأحاول قدر الإمكان إني أطلع الولد، ما أحد حولي، البنات صارخين ما أحد حولي. ما في إلا أمي الله يجزاها خير كانت على باب الخزان، قدر الإمكان أحاول إني أطلعه، والله أمي تطلعه. وأكلم أمي أنها تقلب راسه تحت عشان إذا في ما يخرج. طبعا الولد قدر متوفي. واطلع أحاول أطلع ما قدرت، والله عاننا إني طلعت، ما في إلا أنا الرجال. طلعت لهناك وحاول أسوي إسعافات أولية للطفل، تنفس صناعي وكذا، والحمد لله الولد بدأ يكح وعاد للحياة، ويا ربي لك الحمد. وطبعا بعد ما طلعته اتصلوا الإسعافات اللي كانوا هناك البنات، والله أتت الإسعافات وأخذوا للمشفى. وأمي أخذت رقم والدته عفوا عشان تطمن عليه. والله يودونها المشفى، وأمي تتصل كيف الولد كيف حاله، والله الحمد لله بخير. وطبعا يقول أنا بسعادة، السعادة تغمرنا من كل اتجاه، أصحى سعيد أنام سعيد. ليش؟ لأني استذكرت قول الله تعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. استشعر هذه الآية ومبسوط، والله السعادة هذه لم تأتي إلي من قبل وأنا بهذا العمر. طبعا هو ما يعرف. تمر بعد أسبوع بالضبط، أسبوع ونصف، أتاه اتصال من رقم غريب. طيب الرقم هذا إيش اللي يريده مني؟ إيش في؟ سأل رد عليه، قال له السلام عليكم. قال له وعليكم السلام. قال له أنت فلان فلاني؟ قال له هي نعم أنا فلان فلاني. قال له أنت مطلوب تحضر إلى قسم الشرطة كذا كذا. أنا؟ قال له هي أنت؟ وهو أنت اسمك كذا؟ قال له هي اسمي كذا. قال له طيب أنت ملزم عليك الحضور والمثول إلى قسم الشرطة كذا كذا حالا دون تأخير.